يا بابا، يا ماما، أنا يمكن صغير، بس أنا عندي جسم، والجسم ده ملك ليا أنا بس. محدش من حقه يلمسه ولا يقرب منه ولا يطلب مني أشوف أو ألمس جسمه، حتى لو كان بيضحك أو بيقولي اللعبة دي سر بينا. أنا مش بفهم في الكلام الكبير، بس بحس، ولو حسيت بخوف أو توتر أو حاجة مش مريحة، صدقوني أنا مش ببالغ. علموني أقول لأ، حتى لو اللي قدامي كبير، حتى لو زعق، حتى لو خوفني، حتى لو قالي ما تقولش لماما ولا بابا. قولولي إني أقدر أجيلكم من غير ما اتخانق، من غير ما تتهموني، من غير ما تقولوا أنت غلطان. أنا مش المفروض أخاف منكم، أنا المفروض ألاقي حضن وصدر يسمعني ويحميني. أنا صغير بس مش غبي، أنا فاهم إني لازم أحمي نفسي، بس علشان أعمل كده لازم أنتوا تفتحولي الباب. علموني إن جسمي له حدود، وإن محدش ليه حق يلمسني في مناطق معينة، وإن أي حد يعمل كده يبقى غلطان مش أنا. علموني إزاي أصرخ، إزاي أجري، إزاي أقول لأ بصوت عالي من غير خوف. أنا مش لازم استنى لما يحصل لي حاجة علشان تتكلموا معايا، أنا محتاجاكم تجهزوني علشان ما يحصليش حاجة أبدا. في أطفال اتأذوا واتكسروا واتخنق صوتهم لأنهم كانوا لوحدهم، ومحدش قال لهم لو حد لمسك غلط إحنا هنا. أنا مش عايزة أكون واحد منهم ولا أي طفل تاني يكون. خلوا صوتي يوصل لكل أم وأب، علشان كل طفل يعرف إنه مش لوحده، وإن في ناس بتحميه وتصدقه وتقف جنبه.